بعمل فيلم قصير يعني. انا بكثف العمل السينمائي الكبير قوي، لان احنا بقينا مجتمع دلوقتي بنتفرج بسرعه وبعدين بنزهق من المشاهده الطويله يعني. فانا بحاول اكثف موضوع بحاجه صغيره يعني. وينزل بقى على النت وعلى بينزل على اليوتيوب عشان يبقى منتشر وعلى قنوات فضائيه كمان. فضائيه وبناخد نسبه مشاهده عاليه جدا وبيعجب الناس يعني. الحمد لله رب العالمين. رد فعل الجمهور يعني الافلام اللي بتعالج قضايا المجتمع اعتقد تختلف تماما عن الافلام اللي بتقدم من غير يعني هدف وراها او يعني فكره بتناقش قضيه او موضوع. هل لمستوا الموضوع ده؟ بص، هو حضرتك انا بقدم من خلال افكاري او من خلال الافلام اللي بقدمها القصيره دي، انا عايز اقدم رساله. لان كل فيلم بيناقش رساله في المجتمع. احنا حياتنا كلها رسائل يعني، احنا بنقدم مسج لبعض. فانا من خلال افكار الافلام دي بقدم ده للمجتمع. يا جماعه خلي بالكم، زي ما مشكله الصقر دي، احنا بنناقش برضو مشكلتين يعني. ما حدش يقدر يقرب من الارض دي مشكله سياسيه، ونفس الوقت احنا لسه المجتمع ده عنده الفكر، انا سوري في اللفظ يعني، متخلف. ايه الارض والطمع ولسه عايشين في راجعي. بالظبط، راجعي جدا. دي نقطه. النقطه الثانيه، النتيجه برضو رساله. عايزين نربي اولادنا صح. مش يعني ما ينفعش تطلع طفل 8 سنين 9 سنين وتشغله في ورشه. لا، انت اجتهد وعلمه. انت ليه تعتمد على عيل صغير يصرف عليك؟ دي برضه رساله. وعندي افلام كتير يعني. كنت عملت فيلم اسمه صنع في الصين. الفيلم دون انا بناقش او بهاجم المنتجات الصينيه التي توغلت العالم كله، اللي هي نزلت انتشرت في هو بصراحه يعني جينا للحق، هو ما يستحقوا التقدير، مش ان احنا نهاجمهم. ليه؟ لان هم لولا ان هم انتشروا، لولا ان حاجاتهم بقت موجوده، ولولا ان الناس الثانيه تراجعت، لولا ان منتجاتهم بقت موجوده، نهاجم نفسنا يعني نهاجم نفسنا ان احنا ما بنعملش. ما هي رسالتي في الفيلم ان انا عايز ابقى زيهم. انا ما ادخلهمش، انا اعمل زيهم بالظبط وانتشر في العالم. هي دي كانت الرساله اللي انا عايز اقدمها للمجتمع. في مشروعات تانية جايه بقى قريب ان شاء الله؟ ان شاء الله في برنامج في رمضان ليا الاستاذ ابراهيم كامل اسمه نقطة تحول، وبرضه هنعمل فيلم مدته ساعة